السلام عليكم حبيباتي احبابي، كنتمنى تكونوا كاملين بصحه جيده ولقاكم هذا الفيديو بتمام الصحه ان شاء الله. بس اليوم غنحضر معكم مسمن كيجي مورق وكيجي محمر، داك التحمر الزوين ما كيكونش محروق ولا شي حاجه، وكيجي لذيذ بزاف. عندي مكونات مضبوطين. عندي هنايا زلافه ديال السميده رقيقه وزلافه ديال فورص يكونوا مغربلين، وعندي شاصي وحده ديال خمارات الحلويات ما يعادل ملعقه كبيره، وعندي نص ملعقه ديال الملحه، وعندي ملعقه كبيره ديال سنيده، وعندي واحد الشاصي ديال الفاني، وعندي هنايا الفينو ديال التوراق. بالنسبه للتوراق اللي بغات تستعمل السميده اللي بغات تستعمل الفينو، لكن الاختيار. انا هنا استعملت الفينو. وعندي الزبده مذوبه، وعندي زيت المائده، وعندي ماء دافي ما يكونش سخون بزاف، غير دافي. بسم الله على بركه الله. اولا غندير السميده والدقيق، دقيق الفورس. غنضيف الملحه والسنيده، ملعقه ديال السنيده ونصف ملعقه ديال الملحه حسب الذوق. وهنايا بالنسبه للخماره غنضيف نص ديالها في العجين، والنص الاخر غنخليه حتى التوراق. وغنضيف شاصي وحده ديال الفاني. بالنسبه لهاد الشاصي هي كتضيف واحد المذاق زوين في المسمن. عافا نخلط المكونات ديالي ونبقى نضيف الماء شويه بشويه، حيت هو دغيا كيولي جاري. الاحسن نضيفوا الماء غير شويه بشويه وتخلطوه تيتخلط الدقيق كامل. وبالنسبه للعجين اللي غطيبوا مثلا اللي غتعجنوا في الصباح وتخليه حتى العشيه، او تعجنوا بالليل وتخليه حتى الليل، يكفي انك تخلطيه غير هكا بالصبيعان ديالك وتغطيه وتجمعيه وتغطيه بلاستيك، تخليه حتى الغد ليه. عاد ديك الساعه خدمي، عاد ديك الساعه دلكيه، عفوا عاد ديك الساعه ورقيه. لكن انا هنايا مزروبه، غنطيبو في. المهم انا عجنته مزيان باش نطيبو دابا نيت، يعني ما غاديش نخليه يرتاح بزاف. صافي يعني من بعد ما عجنته كيجي العجين ديالو بحال هكا، كيجي رطب، ما ديروش العجينه قاصحه. صافي كندهن يديا بشويه ديال الزيت المائده وكنكور. درت هنايا كويرات صغار، انا بغيتهم بحال هكا. وخديت هاد الطبسيل، دهنته بشويه ديال الزيت، نحط فيه الكويرات باش ما يتلصقوش ليا. نستمر بحال هكا تنسالي التكوار ديال العجين كامل. ومن بعد ما نسالي غنغطيهم بلاستيك ونخليهم يرتاحوا تقريبا ربع ساعه حتى نص ساعه كاع. ومن بعد ما ارتاحوا، انا ناخذ ديك نصف ملعقه ديال الخماره اللي خليت، غنضيفها على الزبده ونخلطها مزيان تذوب دوك الكويرات. وبالنسبه كاين اللي بغى يضيف هاد الخماره يضيفها على الفينو. انا هنايا فضلت نضيفها على الزبده. وصافي وندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت. وهنايا غنسرح جوج كويرات في خطره واحده، نسرحهم غير شويه. وغنرش الكويره الاولى بشويه ديال الفينو وشويه ديال الزبده، ونهز ديك الكويره الثانيه نحطها فوق الاولى ونورقهم. بالنسبه لهاد القضيه ديال نحطو وحده فوق وحده، هي كتجي ساهله في التوراق، وكيجي المسمن مورق من الداخل مزيان، ماشي بحال الا درتي غير كويره وحده وسرحتيها وهكا. كيكون حتى سهله في الطياب، يعني دغيا كتسالي.
صافي كنورق غير بالصبيعه ديال يديا، وكنجبد العجينه غا من الجناب ماشي من الوسط. حتى يبان ليا سطح العمل، وكنرشو بشويه ديال الزبده، وكنرشو بشويه الفينو. بالنسبه للزبده كنديروها غير في الداخل ديال المسمن، غير هكا في الداخل. اما بالنسبه لسطح العمل ولا فاش في الفوق ديال هكا كنديرو غير الزيت المائده. صافي كنطوي وكنرش شويه ديال الزبده وشويه ديال الفينو ونعاود نطوي هكا. صافي من بعد نطويها على 3 ونهزها نحطها حدا المسمنه اللي كنت سرحت ورقت من قبل منها. يعني نحطهم وحده باش نعقل على المسمنه اللي بديت بها في الاول. صافي نستمر بحال هكا، كنسرح مسيمنه شويه، كندهنها بشويه ديال الزبده ونرش عليها شويه ديال الفينو، ونحط فوقها المسمنه الاخرى ونسرحها غير بالصبيعه ديال يديا. هكا غير كنجبد العجينه ما كنضغطش عليها. وكنجبدوها غا من الجناب. صافي وكنرشوها بشويه ديال الزبده وشويه ديال الفينو، ونطوي الطاويه الاولى ونرشوها بشويه عاوتاني ديال الزبده وشويه ديال الفينو، ونطويو الطاويه الثالثه لا الطاويه الثانيه ونرشو كذلك بالزبده والفينو، ونطويو الطويه الاخيره كنطويوها على 3 على 2. صافي من بعد ما ساليت المسمنات ديالي كاملين غنبدا في الطياب. هنايا خديت ورق الزبده. كاين ورق الزبده كيسهل انك تهزي المسمنه بلا ما تجبد وبلا ما تقطع لك ولا طري ليها شي حاجه. كتسهل عليك هكا تهزيها وتقلبيها في المقله. انا هنا شعلت على المقله باش تسخن، وجيت نسرح المسمنه ديالي. كنسرحها غير بالصبيعات ديالي وما كنضغطش عليها بزاف. من بعد ما سخنت المقله رشيتها بشويه ديال الزيت. صافي كنقلب المسمنه ديالي بهذه الطريقه. كنحيد ديك ورق الزبده وكنخلي المسمنه ديالي غير كنشوفها من بعد ما تسخن. اولا من بعد ما تسخن المقله كنقصو على المقله باش ما تحرقش لينا المسمنه وتاخذوا واحد التحمر زوين ومتساوي. ما غير كنشوف المسمنه بدات كتنفخ كنقلبها. صافي كنبقى نقلبها كل مره كنبقى نقلبها وندورها هكا بشويه تتحمر ليا مزيان. وكما كتشوف راه فاش كتنفخ المسمنه كتجي مورقه من الداخل مزيان، ما كتجيش معجنه. يعني فاش كتبان لي كنضغط على ديك القناه فاش كتبان لي شي بلاصه كيخرج منها النفس كنضغط كنسدها غير شويه باش تنفخ ليا مسمنه مزيان. صافي نبقى نقلب بحال هكا. كما كتلاحظوا كنقلبها كتنفخ. او ملي يلاه كنحطوا المسمنه في المقله كنمشيو نسرحوا كنسرحوا مسمنه اخرى باش غير نحيدوا هذه كنقلبوا كنديروا فيها مسمنه اخرى كما كتلاحظوا. هنا كنسرحها غاب الطرف ديال ديال الصبيعان ديالي. صافي كنهزها بحال هكا وكنقلبها في المقله. وبالنسبه للمقله الى شفتوا المقله نشفات رشوا عليها شويه ديال الزيت ولا شويه ديال الزبده
لكن اما الا كانت المقله باقي فيها شويه ديال الزيت ما تحتاجوش انكم ترشوها. وحتى كذلك الا شفت المسمنه ناشفه من الفوق كنرش عليها شويه ديال الزبده. صافي كنبقى نقلب بحال هكا كما كتلاحظوا راه بدات كتنفخ. تنسالي المسمنات ديالي كاملين. واهم حاجه ما تنساوش انكم تشتركوا عندي في القناه باش يوصلكم ديما الجديد، وتفعلوا الجرس، تضغطوا على ديك الجرس اللي كله ابيض. وما تنساوش ديروا تخليو لي جيم وكومونتير زوين، وتبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده. وكنتمنى انا الفيديو الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه. كما لاحظتوا من بعد ما ساليت المسيمنات ديالي كيجي بحال هكا، كيجي كله مورق من الداخل، وكيجي حتى في المذاق كيجي لذيذ بزاف.